بنت في الكلية كانت بتحاول توفر، كل يوم ما بتاكلش غير شوربة بيض ببلاش مع شوية رز أبيض في الكافيتيريا. في يوم المدير جه مع مستثمرين والإعلام علشان يروجوا للمدرسة. اتصدموا، إزاي طالبة في مدرسة كبيرة تعيش بالبساطة دي؟ صحفي سألها: ليه بتاكلي كده بس؟ البنت اتوترت ودورت في شنطتها وقالت بخوف إنها كانت فاكرة الأكل ده كله ببلاش. المدير التنفيذي سألها: ليه ما قدمتيش على مساعدات مالية؟ البنت عيطت وقالت إنها ما قدرتش تنافس قائدة الفصل. الكلمة دي وجعت قلبه لدرجة إنه ندم إنه استثمر في المدرسة. فجأة صحفية لاحظت ميدالية على صدر البنت، استأذنت تبص عليها وفجأة اتجمدت من الصدمة. ده وسام شرف عسكري من الدرجة الأولى لجد البنت. المدير التنفيذي انحنى قدامها احتراما، والحدث كان بيتذاع مباشر. في نفس الوقت راجل عجوز شاف الوسام على التلفزيون، عرف إنه بتاع القائد بتاعه اللي بقاله 18 سنة بيزور القاعة التذكارية علشانه، وطلب من حفيده ياخده يقابل البنت. الحقيقة إن مش جدها بس كان بطل، أبوها وأمها كمان ضحوا بحياتهم للبلد. البنت افتكرت إنها وهي صغيرة حصل زلزال كبير وأبوها اتبعت لمكان الكارثة ومرجعش بعدها. المدير التنفيذي غضب وقال للمدير: لو ما ساعدتوش البنت أنا هسحب استثماراتي. بس بسبب تفوقها الولاد المستغلين في المدرسة كانوا شايفينها ضدهم، حاولوا يحرجوها قدام الكل وقالوا إنها بتاكل رز ببلاش علشان تكسب تعاطف. الصحفيين سألوها: لو أنت فقيرة ليه ما تشتغليش نص وقت؟ لكن هي قالت إنها كانت شغالة فعلا في الكافيتيريا، لكن امبارح اترضت وتاخد مرتبها بتاع سنة كاملة علشان زعلت بنت من عيلة غنية. الولاد وقتها عملوا نفسهم بيعوضوها، جابوا أطباق كتير قدامها وأجبروها تاكل وتهان. المدير التنفيذي ما استحملش وقال: كفاية، أنا مش فارق معايا مين وراك، وقفوا فورا. لكن البنت الغنية سخرت منه وقالت إنه هيدفع الثمن، وضربت نفسها قدام الكل علشان تلزقه التهمة. المدير التنفيذي اتصل بالشرطة، لكن المدير خاف وقال له: دي بنت عيلة شانغ، محدش يقدر يقربلها. الراجل اللي شاف من بره غضب جدا وعايز يدخل ينقذ البنت، وفي اللحظة اللي كانت خلاص مش قادرة تتحمل دخل 2 رجال أقوياء من باب الكافيتيريا علشان ينقذوها.